الزمالك بيقدر يفوز على بيراميدز في مباراة كانت صعبة جدا على الزمالك، ولكن انت بتتكلم على الزمالك وبيراميدز الاثنين اللي بينافسوا على بطولة الدوري، فاللي بياخد الثلاث نقط مش مهم يدور على اداء. وهو ده اللي حصل النهارده الحقيقة، ان الزمالك بيقدر يفوز بالثلاث نقط، وتلاقي واحد من الزملكاوية او انا خاصة في الزملكاوية ابوس ايدي وشه وظهره الحمد لله والدنيا ايه تمام فل قوي كده. ابدا بقى ادور على ايه، هل كان في ثغرات، في سلبيات، في ايجابيات، ابدا اشوف الكلام ده كله وابدا احلله وابدا اشتغل على السلبيات والايجابيات اكمل عليها. ولكن النهارده اللي كان واضح جدا من وجهة نظري واللي شايفه بقالي فتره، العامل البدني عند لعيبه الزمالك. العامل البدني عند اي لاعب كرة قدم لو هو واقع انت مش هتقدر تطلع كل امكانياتك وكل اللي انت او كل المميزات اللي جواك. انت مش مهم المهارات، هعمل ايه بالمهارات والامكانيات الرهيبه وانا مش قادر اكمل ربع ساعه جري، او مش قادر ان انا اكمل 90 دقيقه في مباراه زي كده. ولكن العامل البدني هو اللي خلى الزمالك يتعادل امام انبي، وما يقدرش ان هو كمان يقدر يعوض ويكسب انبي. هو العامل البدني اللي خلى الزمالك يتعادل قدام المصري وضيع منه كمان نقطتين. فالعامل البدني ضيع 4 نقط من الزمالك، والنهارده كان الزمالك بسبب العامل البدني فاللعيبه بتريح نفسها. احنا مش هنقع في الغلطه بتاعت مباراه المصري ولا مباراه انبي، احنا واقعين بدني وده كان واضح جدا على لعيبه الزمالك. فاحنا يا سيدي خلينا نقعد نحلق على الكوره زي ما بنقول بالبلدي كده. وهو ده الطريقه اللي بيلعب بيها فيريرا، ان هو عارف ان في مشكله في لعيبه في العامل البدني، وان انا ابدا ان انا ايه اركن الاتوبيس شويه ورا وابدا انظم والعب ب3 5-2 او العب ب5-3-2 لو الكوره مش مع الزمالك. فالنهارده الزمالك اساسا على ورقه والقلم، او لو الكوره مع الزمالك فتلاقي التشكيله بقت 3-4-3 بالاعتماد على الخط الهجومي طبعا، زي زيزو وزي مصطفى شلبي ويوسف حسن في الخط الهجومي. اللي النهارده الحقيقه يوسف حسن النهارده ما شفناهوش، يعني الراجل برضه تحس اللي هو ايه، يا جماعه لعبوني معاكم وانتوا بتلعبوا لوحدكم، ومحدش برضه بيشغلوا بشكل كبير في نص الملعب، بسبب ان امام عاشور والسيسي شويه تحس ان نص ملعب الزمالك جامد ومفيش زيه زي امام والسيسي، وفجاه تلاقي الخطوط بعيده عن بعض ومفيش كيمستري، مفيش كيمياء ما بين الاثنين مع بعض. ورا الناحيه الثانيه مسلوسي شويه وشويه، شويه تلاقي في اخطاء عنده وشويه تلاقيه بيطلع الكرة كويس، بيقطع كويس، عامل مان تو مان على رمضان صبحي كويس. ولكن الحقيقه كان في فرص كتير جدا من ناحيه المسلوسي، خاصه في الشوط الثاني محمد حمدي ورمضان شغالين تك تك تك. الحقيقه اللي عجبني في الخط الدفاعي اللي النهارده الزناري النهارده بصراحه قدم مباراه عجباني الى حد ما، ولكن ده يدل ان هو عنده اكتر واكتر ولسه. ولكن بقى نشوف سامسون الحقيقه اللي هو نزل، الراجل بيقدر يمسك كوره وبيقدر يهدى ويقدر رغم الضغط اللي عليه، فلا انا هعدي وان انا ايه هقدر ان انا اشغل الاطراف. وده كان واضح من بعض لمساته في اخر الدقايق اللي هو نزلها او اخر ربع ساعه الشويه اللي هو نزلهم. ولكن لما تشوف ان حد بيشغل سامسون، مش الزمالك يكون متراجع وبيدافع بس، هتلاقي ان في شغل كتير على سامسون. العب على سامسون كتير، وخاصه لو سامسون بدا المباراه والزمالك هو اللي بيهاجم وهو اللي بيبادر بالهجوم، هتلاقي شغل كبير جدا من سامسون واضافه كبيره جدا، لان سامسون من اللعيبه اللي بتهد المدافعين زي ما بنقول كده ايه بالبلد في كره القدم، ان انت ايه عندك مهاجم يهد المدافعين رايح جاي، مش مهاجم يخلي السدباكات ايه بتلعب بطريقه مرتاح. النهارده فيريرا دايما كنا بنتكلم ونقول ان فيريرا بيغير في المراكز، ولكن لعيبه مش بيلعب في مراكزها والكلام ده كله. ولكن فيريرا خلاص هو اعتمد ان خلاص انا غلطت كتير الفتره الاخيره فمش هغلط الغلطات دي تاني، فبقينا نشوف نيمار بيلعب، بقينا نشوف كمان النهارده السيسي وامام ومع دونجا كمان اللي هيرجع نزل اخر شويه، وكمان بنشوف روتيشن شويه ما بين زيزو ومصطفى شلبي ناحيتين، شويه تلاقي زيزو ناحيه الشمال شويه ناحيه اليمين، فتلاقي في روتيشن. ولكن الوقت الاكتر كان زيزو ناحيه اليمين في مركزه اللي احنا عارفينه. حتى الهدف لما جه شفنا ان فيه شغل او هجمات في الشوط الاولاني كتير في بالنسبه للزمالك قبل ما يجيب الهدف او بعد ما جاب الهدف، كان لما زيزو كان ناحيه اليمين ومصطفى شلبي ناحيه الشمال، وفجاه تلاقي يوسف حسن بقى ناحيه ناحيه الوينج، وبقى في روتيشن ما بين الاربعه دول، ومعاهم كمان امام عاشور بيعمل روتيشن في الحته دي. ولكن لما زيزو بيبقى موجود في ناحيه اليمين فبتلاقي الزمالك شكله افضل بكتير، خاصه لما بيعمل كيمستري الحته اللي على الخط ما بينه وما بين سيد نيمار، والكيمياء ما بينهم، واطلع واعمل كروس من وراه، فبنلاقي شكل جميل جدا للزمالك. ولكن في النهايه زي ما قلت ان الثلاث نقاط هم المهمين جدا في سباق الدوري، هم دول اللي هيخلوك في النهايه تكون في الصداره، هم دول اللي ان شاء الله يخلوك كبطل للدوري. ولكن لسه بدري جدا وسباق الدوري لسه طويل، ولسه هنشوف مباريات كتيره جدا، والحمد لله على الثلاث نقط وبس كده. سلام.